بيتهم فيه اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية المقال بالتورط في التفجيرات اللي حصلت في اسكندرية، تفجيرات طبعا كنيسة القديسين واللي راح ضحيتها 24 شخص وما يزيد عن 90 مصابا ليلة راس السنة. في طبعا النائب العام أحال البلاغ ده، وهو البلاغ رقم 1450 لسنة 2011، أحال البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا علشان يتم التحقيق فيه وسماع أقوال مقدم البلاغ اللي هو أستاذ ممدوح رمزي المحامي. البلاغ قال نقلا عن دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسي إن سبب، ودي يعني حاجة غريبة جدا، سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري والنظام، خصوصا ان اجهزه وزاره الداخليه اللي كان بيديرها الوزير السابق طبعا حبيب العدلي، ان السبب ان المخابرات البريطانيه اتاكدت من مستندات رسميه مصريه سواء مستندات صوتيه او ورقيه ان وزير الداخليه المصري السابق حبيب العدلي كان شكل من 6 سنين جهاز خاص، الجهاز ده بيديره 22 ضابط، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية اللي قضت سنوات في سجون الداخلية. ده غير لسه بنتكلم على التشكيل ده أو على المجموعة دي في عدد من تجار المخدرات وفرق من الشركات الأمنية وأعداد من المسجلين الخطر من أصحاب السوابق اللي كانوا اتقسموا لمجموعات حسب المناطق الجغرافية وحسب الانتماء السياسي، وإن الجهاز ده أو المجموعة دي قادر على انه يكون، او ده الهدف من تشكيله وتكوينه، انه يكون جهاز تخريب شامل في جميع انحاء مصر في حال تعرض النظام لاي اهتزاز. الكلام ده وفقا للمخابرات البريطانيه وان عندهم مستندات ورقيه وصوتيه بتؤكد هذا الكلام. طبعا لو ده صح يبقى احنا قدام كارثه بكل المقاييس، لكن لسه ما نعرفش التفاصيل وبنحاول يكون معانا تليفون من استاذ ممدوح رمزي المحامي. طيب التليفون ما هوش جاهز معانا، لكن احنا بنقول البلاغ وهنتابعه بالتاكيد ونعرف الجديد فيه.